بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل بانيه النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، ويا رب الطريقة تعجبكم بإذن الله. معانا صدر فرخة غسلينه ومنضفينه وهنخليه من العظم، وهنقطع البانيه بتاعنا يا شرايح يا إما شرايح رقيقة أو شرايح مليانة شوية بالطريقة دي. بصراحة أنا بحب إن أنا أقطع البانيه بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل التتبيلة بتاعة البانيه. معانا فلفل ألوان، فلفل حامي وفلفل أحمر وطماطماية، وبحب أزود الليمون. معانا 3 ليمونات، ومعانا توم، ومعانا بصل أخضر لو موجود، مفيش يبقى بصلة ناشفة، ومعانا خل. ومعانا التوابل، معانا ملح وسماق وشطة وفلفل أسمر وكمون وتوابل فراخ لو حبيتي ان انت تضيفيها. هناخد كل المكونات ديت في الخلاط ومعاهم كوباية مية، وهنضرب الخلطة بتاعتنا كويس أوي، ننعمها عشان الفراخ بتاعتنا تتشرب منها. بعد ما غسلنا الفراخ بتاعتنا هنصب عليها التتبيلة، وهنحطها على رف التلاجة حوالي ساعتين لحد ما تتشرب من التتبيلة كويس قوي. جربي البانيه بالطريقة ديت، هتلاقيها فكرة جميلة وطريقة كويسة، ويا رب تعجبك بإذن الله. تعالوا بقى نعمل الكفر بتاع الفراخ بتاعتنا. معانا برضو التوابل اللي انت تحبي تضيفيها، فلفل اسمر وملح وشطة وكمون. وبنضيف بقى 4 معالق نشا و4 معالق دقيق، او حسب الكمية اللي انت مستخدماها. المهم ان انت بتضيفي النشا قد الدقيق اللي انت هتعملي بيه الكفر، وهنخلطهم مع بعض. وهننزل بقى ايه بالفراخ بتاعتنا بعد ما سبناها على رف التلاجة حوالي ساعتين زي ما قلنا. وبنبتدي ان احنا ايه نطلعها وبننزل في التتبيلة اللي احنا عملناها او الكفر اللي هو الدقيق والنشا، وبناخدها على برضو دقيق ونشا وملح بسيط عشان ما تملحش مننا قوي، ونخليها تاخد كفر تاني عشان تبقى مقرمشة معانا واحنا بنحمرها في الزيت. الدقيق اللي احنا قلبنا فيها برضو الفراخ بتاعتنا بعد ما نزلناها في الكفر اللي احنا عملناه، بنكون برضو ضايفين عليه نشا، لان النشا بصراحة بتخلي الكفر اللي بتضيفيه عليها تقرمش وتبقى جميلة. يعني برضو حتى وانت بتقلبيها في الدقيق حاولي ان انت تضيفي على الدقيق اللي احنا بنقلب فيه الفراخ دي 3-4 معالق نشا، بيديلها قرمشة جميلة وما بتشربش زيت كتير وانت بتحمريها، وبتطلع معاكي زي الفل. بعد ما هنتبل القطع الفراخ اللي معانا كلها او قطع البانيه، برضو هنحطهم على صينية وعلى رف التلاجة حوالي ساعة او نص ساعة، ايه لحد ما تيجي تجهزي البانيه بتاعك او تحمريه للاكل. شايفين بسم الله ما شاء الله، والله الكفر ده بيخليها مقرمشة وجميلة، والتتبيلة اللي احنا نقعنا فيها الفراخ برضو بسم الله ما شاء الله بتديكي نتيجة حلوة قوي. تعالوا بقى هنحمرها في الزيت. الزيت بيكون على نار متوسطة، ما يبقاش حامي معانا قوي عشان الفراخ برضو بتاعتنا ايه تستوي من جوه وتاخد راحتها كده ايه في التسوية. هنحمر البانيه بتاعنا زي ما احنا قلنا كده على الهادي، وما نستعجلش عليه في التسوية عشان الفراخ ايه تستوى براحتها. شايفين بسم الله ما شاء الله، والله شكلها جميل والكفر مقرمش وطعمها بيبقى بسم الله ما شاء الله حلو قوي. واحلى بانيه هتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة، ويا رب الطريقة تعجبكم بإذن الله. بتقدميه بقى ويا مكرونة، رز بسمتي، طحينة وكاتشب وعيش حسب ما تحبي تاكليه. وبألف صحة وعافية يا رب.